السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. درس النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيه عن حاجة اسمها الاي بي اي، والاي بي اي هي من ضمن الاجزاء المهمة اللي يعتبر في الجافا سكريبت، وهي المرحلة اللي هنبدأ نعمل فيها كونكشن مع الباك اند او مع السيرفر ده. طيب احنا بنبدأ نتعامل ازاي ده، وايه هو الاي بي اي؟ الاي بي اي اختصار لابلكيشن بروجرامينج انترفيس. من الاخر هو بيعمل انترفيس او ابلكيشن انترفيس بروجرامينج مين للابلكيشنز بتاعنا. احنا كل اللي احنا كنا بنعمله الفترة اللي فاتت هو ستاتيك، يعني كنا عندنا شوية ستايلات بنعملها، شوية بروجكت بنعملها بال HTML وال CSS، ولكن لسه البروجكت بتاعنا ناقصه حاجات كتير. طيب لان الطبيعي ان احنا بعد كده لما هنبدأ نتعامل احنا مش هنعمل حتة المنتجات بتاعتنا تبقى صور احنا اللي بنجيبها من عندنا والكلام احنا اللي بنجيبه من عندنا، لا احنا بعد كده هنتعامل مع داتابيز او مع الجزء بتاع الباك اند، ان الراجل ده بيبدأ او ببدأ انا ابعت له ريكوستات عشان ابدأ استقبل او اعرض عندي الحاجة دي. طيب تعالى نبدأ نفهم كونسبت الباك اند او ازاي بيبدأوا الاتنين يتعاملوا مع بعض. لو احنا على سبيل المثال جينا قلنا كده في الاول ان احنا عندنا في جزئين في الدبلومة بتاعتنا. الجزء الاولاني اللي هو جزء الكلاينت وجزء السيرفر، صح كده؟ قلنا ان احنا في عندنا جزئين، جزء اللي بيشتغل عليه الراجل بتاع الفرونت والجزء اللي بيشتغل عليه الراجل بتاع الباك اند، وفي عندنا حد كده اسمه الداتابيز، صح كده؟ طيب احنا قلنا ان الاتنين دول بيبدأوا يتواصلوا مع بعض عن طريق الجافا سكريبت. طيب جينا دلوقتي للمرحلة اللي احنا نبدأ نشوف الناس دي ازاي بيتوصلوا ببعضهم، او ازاي بيبدأ ان يعمل الفرونت ان هو يعمل كونكشن مع الباك اند او مع السيرفر دوت. طيب بيبدأ الكلام دوت ازاي ويتم ازاي؟ بيبدأ يتم عن طريق حاجة اسمها HTTP request. طيب وهو الريكوست اللي انت بتبدا تبعته للباك اند، انا ببدا ابعت للراجل ده ريكوست، فبيبدا ان السيرفر دوت يبدا يشوف اول حاجه الداتا اللي انت بتبعتها او الريكوست اللي انت بعته ده فاليد ولا لا. خلينا كده نقول ان احنا في مرحله كده بتحصل في الباك اسمها تشيك داتا مثلا، اعذروني على الخط. تشيك داتا دوت ان هو بيبدا يعمل ايه؟ يبدا يراجع الداتا اللي انت او الريكوست اللي انت عملته ده. طب والله الراجل ده لو فعلا موجود عنده الحاجه دي فبيروح يجيبها لك منين؟ من الداتابيز. بيدخل يدور عنده في الداتابيز ويرجع بعد كده يقول لك ايه؟ ده السيرفر دوت مثلا الحاجه دي موجوده عنده، فبيبدا يرد عليك. طب بيرد عليك بايه؟ بيرد عليك بحاجه اسمها HTTP response. طيب تعالى نبدأ نفهم الجملة دي كده، او نبدأ نقول مثال عليها حي مثلا. تعالى كده نقول مثلا ان انت دخلت المطعم، حلو، وعايز تطلب اكل. اللي بيجي لك ده حد اسمه ويتر، صح كده؟ الويتر اللي بيجي لك دوت انت كل اللي عليك انك انت بتبص على المنيو وبتشوف الحاجة اللي انت محتاج تطلبها. والله انت طلبت الحاجة دي، انت اللي ليك كله من المطعم او اللي انت محتاجه انك هتاكل، عشان انت راجل داخل جعان وعايز اكل الاكل دوت. هل انا اعرف الكلام ده اتعمل ازاي او اتطبخ ازاي؟ لا. فده كده احنا بنسميه المطبخ. جزء الباك اند ده المطبخ بتاعنا. فالمطبخ ده احنا ما بنشوفش هو بيحصل ايه جواه. انا بالنسبه لي ككلاينت سايد انا ليا في الاخر ان الاكل بس هو اللي يجي لي، صح؟ طيب الاكل اللي هتجيلي دي اتعملت ازاي ما اتعملتش ازاي دي مش بتاعتي انا. كل اللي يفرق معايا ان الاكل دوت يطلع طعمه حلو، صح كده؟ فده نفس الفكره بالظبط، او ده التشبيه البسيط. طيب اللي حصل ده لو جينا احنا شبهنا ان الكلاينت ده هيكون الكاستمر اللي ابتدى يدخل المطعم، تمام، والسيرفر ده او الجزء اللي بيبدا دوت احنا قلنا عليه المطبخ اللي بيحصل جوه. طيب مين حلقه الوصل اللي بين الاتنين دول عشان تعمل الكلام دوت؟ قال لك هو ده الاي بي اي، هو ده الويتر اللي اسمه اي بي اي. هو ده اللي بيبدا يعمل العمليه دي، اللي بيجي ياخد منك الاوردر ويديه للمطبخ عشان يبدا ينفذ الكلام ده. فده باختصار كده الاي بي اي. طيب تعالى كده نبدا نفهم الدنيا اكتر. لو انا جيت هنا قلت لك ان احنا مثلا في اي شركه بنتعامل معاها بيكون فيها البلاتفورم دي، ده مثلا بلاتفورم للموبايل، ودي بلاتفورم للديسكتوب مثلا، ودي بلاتفورم للويب سايت. حلو، احنا عندنا 3 بلاتفورم مثلا على سبيل المثال. تعال نقول ان ال3 دول تبع ابلكيشن اسمه جو باص، واكيد كلنا عارفين الناس ديت. طيب الابلكيشن بتاع جو باص دوت، لو احنا جينا افترضنا ان انت جيت رحت مثلا فتحت الابلكيشن بتاعهم وحبيت تعمل عليه ريكوست، فانت الريكوست بتاعك المفروض ان هو هيبدا يسمع هنا ويبدا يسمع هنا، لان الريكوست اللي انت عملته هو المفروض في الاثنين بلاتفورم التانيين زي الديسكتوب او الويب انك انت الناس ديت تبدا تكون عارفه ان الكورس اللي انت حجزته دوت بالرحله دي هو مشغول. فهتيجي تقول لي طيب هو المفروض كده ان احنا ان هنا الراجل بتاع الموبايل ده بيكون عنده داتابيز، والراجل دوت بتاع الديسكتوب بيكون عنده داتابيز برضو، والراجل بتاع الويب ده بيكون عنده داتابيز. انت لو جيت فكرت فيها لوجيك اصلا، بعيدا عن الكوست، يعني تكلفة الباك اند هنا الكوست بتاعتها كبيرة،
بس انت لو جيت كده فكرت لها، انا عشان اعمل وان ريكوست بس هنا كده في الحته دي، انت متخيل ان هنا عشان ابدا اسمع في الباك اند على الوان ريكوست بتاعي اللي حصل ده، لازم الراجل بتاع الديسكتوب ابلكيشن ده يسمع على نفس الباك اند بتاعي او نفس الداتابيس بتاعتي، وان الراجل بتاع الويب ده يرجع يعمل نفس الحركه اللي عملها الديسكتوب. انت متخيل ان انا مثلا لو عندي في اليوم 1000 عمليه؟ انت متخيل الفكره؟ هل ده طبيعي او ده لوجيك؟ اكيد لا. فكل الكلام اللي احنا بنقوله دوت غلط. طب امال العمليه دي بتتم ازاي؟ تعالى هشرح لك مثال تاني وبعد كده نقول لك الموضوع ده بيتم ازاي. تعال نقول كده، لو انت مثلا عندك ابلكيشن، لو نفترض مثلا اي ابلكيشنز من على الموبايل ابلكيشن اللي انت بتستخدمها، زي مثلا على سبيل المثال اللايت روم، والناس اللي بتحب الفوتوشوب والكلام ده اكيد عارفه الابلكيشن ده. اللايت روم ده كده لما انت بتيجي تعمل لوجن عليه لاول مره، الراجل ده بيقول لك لو انت عايز تعمل اكونت يلا بينا، عندك جوجل ومعاك اكونت على جوجل، تعرف تعمل اساين على جوجل، تعرف تعمل اساين بابل لو انت معاك اسمه ايه دوت ايفون، مش عارف تقدر تعمل بفيسبوك. هل انت تتخيل شركات عملاقه زي دي هل هتدي ابلكيشن زي دوت ان ريكوست ان هو يدخل على الداتابيز بتاعته؟ استحالة، صح؟ انت لو جيت فكرت لها هتلاقي ان الموضوع صعب. ازاي الراجل ده كلايت روم كده، يعني انا معلش انا لو شركة جوجل يعني هقول لا معلش الابلكيشن ده عنه ما اشتغل. ما يشتغل ليه؟ يعني ايه اللي يخليني اديله ريكوست على الباك اند عندي؟ انت عارف يعني ايه ان الراجل ده ممكن يدخل يعمل اي حاجة جوه؟ طب انا اعرف مين ده؟ لا ما اعرفش مين ده، ولكن انا في داتابيز معمولة بملايين لشركات زي الناس الكبيرة دي. هتيجي تقول لي طب ما الناس دي بتعمل لوجن ازاي؟ يعني انا ازاي بيجي لي كده كلمة لوجن وادخل اعمل لوجن عادي بجوجل؟ هقول لك ان الناس دي بقى بتبدا تتعامل بحاجه اسمها اي بي اي. طب مين اللي بيعمل لي الاي بي اي ده؟ اللي بيعمل لك الاي بي اي ده الراجل بتاع الباك اند. فتعال نقول كده، لو انا عندي هنا دول البلاتفورمز بتاعت اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم الثلاثه بتوعنا مثلا، دول في اي شركه كبيره بيكونوا 3 تيمز مثلا. حلو، 3 تيمات موجودين في المكان، وبيكون في تيم واحد اسمه تيم الباك اند، ده اللي بيبدأ يخدم على الناس دي كلها، ده اللي بيعمل قواعد البيانات وده اللي بيعمل الكلام ده كله. هتقولي طب يعني كده دلوقتي الريكوست اصبح بيبقى على الباك اند دلوقتي دايركت للثلاثه؟ هقول لك برضو لا، غلط. اللي احنا بنتكلم فيه ده برضو غلط، ان ما ينفعش يكون الثلاثه دول دايركت على الباك اند. اما قال لك ايه اللي بيحصل؟ قال لك ان الراجل ده بيطلع لك حاجه كده اسمها اي بي اي، والاي بي اي دي اللي بتكون شايله لك الداتا بتاعتك. ودلوقتي بكل بساطه ريكوستاتك كلها بتكون في الحته دي، والحته دي هي اللي دايركت متوصله بمين؟ بجزء الباك اند. فحضرتك اي ريكوست بتبعته او بتستقبله بيكون من عن طريق الاي بي اي، زي ما جوجل بتعمل بالظبط. يعني جوجل بتعمل ايه؟ جوجل عندها اي بي اي اسمها لوجن مثلا، عندها اي بي اي لوجن. طيب اي بي اي اللوجن دي هي اللي بتديها لك انت تبدا تشوف الراجل ده موجود فعلا على جوجل ولا لا. فالراجل ده عشان يعمل لوجن فبيبدا يروح يشوف في الاي بي اي بتاعته بتاع جوجل هل الراجل ده فعلا عنده اي دي. طب لو عنده اي دي يبقى الراجل ده فعلا في جوجل، يلا بينا نعمل له اكونت. ولكن مش بيخليك تكونكت على الداتابيس بتاعته، لان ده خطأ تماما. فده اللي بيحصل. فباختصار كده ان الاي بي اي دي اللي بيهندلها الراجل بتاع مين؟ بتاع الباك اند. طيب فده بيكون الداتابيس بقى اللي راجعه لك لو انت عايز تعمل لوجن، عايز تعمل ريجستر، عايز تعمل شويه كاتيجوريز تعرضها، كل الكلام دوت. طيب خلينا كده نبدا نقسم الدنيا دي ونشوف بتبقى عامله ازاي. ايه اللي يفرق معايا وايه اللي انا محتاج اعرفه بالنسبه لواحد بدرس اي بي اي؟ انت محتاج انك انت ازاي تعرف تعمل ريسيت اي بي اي، وهنبدا نتكلم في الحته دي. ريسيت اي بي اي، ودي طبعا من ضمن الحاجات اللي بتطلب لو حد فيكم دخل شاف الريكويرمنت اللي بتبقى مطلوبه للراجل بتاع الفرونت، هيقول لك ان هو يكون بيعرف يعمل ريسيت اي بي اي. وايه الريسيت اي بي اي دي بقى؟ ان هو يبدا يتعامل مع انواع الاي بي ايز اللي موجوده بالميثودز بتاعتها. طيب فمن الاخر كده الراجل بتاع الاي بي اي ده بيقوم جاي اللي هو بتاع الباك اند يطلع لك حاجه اسمها يو ار ال. طب اليو ار ال دوت بيفرق معايا فيه 3 حاجات، او انا محتاج منه 3 حاجات. اول حاجه اسمها بروتوكول. البروتوكول بتاعي دوت هل اتش تي تي بي ولا اتش تي تي بي اس؟ طب ايه تاني؟ قالك والله بيفرق برضو معايا حته الهوست نيم. فهنا كده الراجل ده عنده الهوست نيم. طب ايه تاني؟ بيفرق معايا حاجه اسمها الاند بوينت. طب ايه الاند بوينت؟ هنتكلم في كل الحاجات دي. طيب تعالى كده نبدا نشوف. فمثلا على سبيل المثال كده لو انا جيت رحت قلت لك ان انا جيت هنا رحت عامل كده https دبل سلاش
وليكن مثلا يوسف داش الخوانكي سلاش مثلا لوجن. هنبدأ كده نشوف دي. فده كده باختصار الموضوع اللي انا بقوله لك. طيب فين بقى الكلام اللي انت بتقوله؟ قال لك ده البروتوكول بتاعك اللي يفرق معايا، ده الهوست نيم بتاعك، الاند بوينت بقى دي الاند بوينت اللي بتبعت بيها انت ريكوست على السيرفر. طب ازاي؟ قال لك والله الراجل ده لو عايز يعمل لوجن فبيبدا يخلي ان الاند بوينت بتاعته لوجن، فلوجن فكده هو الراجل ده عارف انك انت هتبدا تبعت له داتا. طب ازاي بقى الكلام ده بيتم؟ الكلام ده بيتم عن طريق شويه ميثودز كده. الميثودز دي اللي بيديها لك الراجل بتاع الباك اند. برضه انت راجل كفرونت ما تفهمش اي حاجه في الحاجات دي، ولكن هو الراجل ده بمجرد ما هو بيبدا يشتغل بيديك كل اند بوينت وكل حاجه بالميثود بتاعتها. زي مثلا خلينا نقول هنا عشان نبدا نفهم ايه انواع الميثودز اللي موجوده عندي. والله وليكن جيت، عندي بوست، عندي حاجه اسمها بوت، عندي مثلا ديليت، عندي حاجات كتيره مثلا زي كده. طيب ايه كل الميثودز دي وانا ببدا اتعامل معاها ازاي ومين بيقولها لي او مين بيعمل الكلام ده؟ قلت لك والله الراجل بتاع الباك اند. بس احنا محتاجين نعرف مثلا اول اتنين دول، لان دول اللي هتعامل معاهم مؤقتا دلوقتي كتير، عشان نبدا بس نفهم الاول ان احنا لسه بنتعلم. تعالى كده هاجي اقول لك ان انت مثلا لو احنا شفنا اي دوكيومنتيشنز او شفنا اي فيديوز قبل كده، هتلاقي ان بيقول لك ان البوست والله الراجل دوت سكيور مثلا اكتر من الراجل ده. فيبدا يقول لك ان مثلا الراجل ده وليكن ان الجيت مثلا دي بتتبعت في اليو ار ال، وليكن والله البوست دي حاجه سكيور فبتتبعت او مش بتظهر لي في اليو ار ال او الكلام ده كله. يعني مثلا خلينا نقول ان مثلا دي معلومه فعلا صحيحه، ولكن هي الفكره كلها ان انت محتاج امتى تكون عارف الريكوست اللي انت هتعمله من السيرفر او على السيرفر ده، انت امتى هتطلب منه يجيب لك داتا وامتى هتطلب منه تبعت له داتا، امتى هتطلب منه ان انت تمسح منه داتا، امتى تطلب منه ان انت هتعمل له ابديت. فانت المفروض تكون عارف ان الميثود ديت امتى انت بتطلب الريكوست وبتطلبه منه ازاي. فدي الفكره بتاعتها، انت ازاي عايز تطلب الريكوست بتاعك. والله انا محتاج ان انا هاخد منه داتا. يعني مثلا خلينا على سبيل المثال انا عندي شويه كاتيجوريز عايز اعرضها للكلاينت او على الموقع بتاعي، يبقى انا ساعتها هجيت منه الداتا. طب انا عايز ابعت او اعمل لوجن او ريجستريشن او يوزر بروفايل، يبقى انا ساعتها هطلب منه ان انا اعمل ايه؟ ارفع عنده داتا، صح كده؟ فهنا البوست هي بتكون سكيور وكل حاجه، ولكن لازم اكون عارف امتى هطلب داتا من السيرفر وامتى هاخد منه داتا. تمام؟ طيب الريكوستات بتتم عن طريق بقى شويه حاجات كده احنا محتاجين ان احنا نكون عارفينها، زي حاجه اسمها الاجاكس، وده تكنيك قديم جدا ولكن محتاجين ان احنا نتعلمه. هنتعلم حاجه بعد كده اسمها فيتش ان شاء الله. منكم اللي هيكمل فريم ورك هيتعلم حاجه اسمها اكسيوس، ودي كلها حاجات بنقدر ان احنا نعمل بيها او بنبعت بيها ريكوستات على السيرفر. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.